المسلمين في عهد الخليفة مين؟ بقى لما اتسعت حدود الدولة الإسلامية زادت مصروفات وإيرادات الدولة. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا بقى لي فتره كبيره جدا موقفه القناه مش بنزل فيديوهات. ان شاء الله بقى نبدا ننزل فيديوهات تاني وهبدا اشغل القناه ان شاء الله، هبقى موجوده معاكم على طول. النهارده هشارك معاكم روتيني كامراه عامله ويومي كده ما بين المدرسه وما بين البيت والسبوره والاولاد والكلام ده كله. هشارك معاكم كل لحظه عشتها النهارده في يومي. عاوزه اقول لكم بقى ان انا بدات يومي من بعد صلاه الفجر على طول. في الوقت ده كنت لسه الحمد لله مصليه الفجر، وبدات كده اعمل شغلتين ثلاثه كده قبل ما انزل اروح شغلي. وبصراحه عندي دوره في المطبخ كانت عاوزه تتنظف، في التنظيفه العميقه بتاعه تنظيفه العيد دي يا بنات. انا ما كنتش جيت ناحيه دوره في المطبخ خالص، من ناحيه كانت نظيفه ومن ناحيه تانية بصراحه انا كنت عاوزه استغل وقت رمضان والقيام وكده والقران والكلام ده. يعني كنت عاوزه استغل اكبر قدر ممكن من وقت رمضان، ما كنتش عاوزه اضيعه في التنظيفات والكلام ده. اي نعم انا نظفت المطبخ وعملت له تنظيفه عميقه، بس الحاجات المهمه والضروريه بس يا بنات اللي كانت محتاجه تنظيف. وكمان عملت تنظيفه للبيت كله بقى، وخصوصا بقى الاماكن اللي هيجي لي فيها ضيوف، الانتريه او الركنه، وغسلت سجاد البيت كله، غسلت البوتاجاز بتاع المطبخ، عملت حاجات كتير جدا في المطبخ. لكن بصراحه الطرف انا ما كنتش جيت يمها خالص، هي برضو ما كانتش يعني فيها كركبه كتير، كان ماشي حالها يعني كويس. فالمهم بقى جه وقتها قلت النهارده كده ان شاء الله هصلي الفجر، وقبل ما انزل اروح شغلي همسك بقى كل البرطمانات بتاعه التوابل ديت وضرفه التوابل كلها. بدات بيها طبعا الاول، بدات بدفه التوابل والخزين عشان اعرف الحاجات اللي ناقصاني، لان طبعا احنا بقينا اخر الشهر، فهنزل اجيب كل الحاجات اللي ناقصاني. فقبل ما انزل اجيب الحاجه اللي ناقصاني اكون عارفه ايه اللي ناقصني وايه اللي موجود عندي ما اجيبهوش عشان ما اكررش الحاجه عندي، اعرف النواقص بتاعتي واجيبها. وبعدين التوابل بالذات لما بجيب اللي بيخلص اول باول ده بيكون افضل ليا احسن، يعني ما بكركب الدنيا على بعضها مثلا واستنى لحد ما كل الفلفل اللي عندي يخلص، كل الكمون، كل البابريكا مثلا. اروح مثلا اجيب حاجات العطاره الاقي نفسي صرفت اكتر من 200 300 جنيه. لا انا عامله حسابي ان انا كل اللي يخلص هجيب مكانه على طول، بحيث ان انا كل شهر اطلع 100 150 جنيه للعطاره ما ياثرش على مصروف البيت. وبعدين حاجات العطاره دي التوابل والبهارات والكلام ده لما بتغيب بتفقد ريحتها يعني، فانا ببقى اجيب اللي يكفيني شهر بشهر وبحفظهم كويس طبعا عشان الطعم والريحه ما يروحوش منه. بصوا بقى يا بنات، انا كأم ومدرسه بشتغل لازم اكون منظمه يومي عشان اقدر ان انا انجز او احصل على يوم انتاجي. يومي لازم يكون متنظم، عارفه هعمل ايه قبل ما اخرج من البيت، هعمل ايه لما ارجع من البيت بعد الظهر بعد ما اخلص شغلي، عشان احصل في النهايه على يوم انتاجي اقدر اعمل فيه حاجات كتير واقدر اهتم فيه بنفسي وبولادي وكمان بشغلي. انت كامراه عامله وبتشتغلي تنظيم يومك هو سر نجاحي. عاوزه اقول لكم ان اليوم اللي بكون منظمه فيه وقتي وعارفه هعمل ايه قبل ما اخرج وهعمل ايه بعد ما باجي من الشغل، هو ده اليوم اللي بيكون فيه عملت فيه حاجات كتير وبنجز فيه شغل كتير، عن اليوم كمان اللي ببقى سايباه كده مش عارفه هعمل ايه قبل ما اخرج ولا هعمل ايه بعد ما ارجع. مهما كان وراكي من شغل ومهما كان وراكي من حاجات كتير لازم تعمليها في يومك بشويه تخطيط وتركيز بسيط جدا جدا هتقدري تعملي حاجات كتير قوي في يومك، وهتلاقي اليوم عدى ببساطه وبسلاسه جدا من غير ما تحسي، وكمان هتلاقي نفسك انجزت حاجات كتير قوي في يومك. وانا في النهايه عاوزه اقولك ان لو انت او موظفه او حتى لسه بتدرسي، خلي التنظيم جزء من روتينك اليومي وانت هتحس بفرق في يومك وحياتك كلها مش في يومك بس. المهم بقى يا بنات، في الوقت ده كانوا البنات بداوا يصحوا كده وبدا بقى الكل يسمع التخبيط والكل يصحى. انا عايزه اقلقهم من النوم بصراحه، يقوموا بدري عشان يناموا بدري لان ده طبعا حاجه صحيه جدا، وبعدين الشغل والتخبيط ده هيصحيهم اكتر واحسن من المنبهات كمان. المهم بقى في الوقت ده كنت خلاص بدات اخلص، هبدا بقى ان انا اشطف كل البرطمانات اللي انا عملتها ديت. انا قلت فرصه بقى اغسلهم كده واكفيهم ينشفوا ميتهم كده ويصفوا ميتهم براحتهم، على ما اروح المدرسه وارجع يكونوا نضفوا ونشفوا تماما، ارجع تاني فيهم البهارات. في الوقت ده يا بنات انا مش هعمل حاجه غير الدفه بتاعه البهارات بس، ان انا هغسل زي ما شفتوا كده البرطمانات، وهجهز بقى الفطار، هنفطر كده وافطر البنات، وكمان هعمل لهم اللانش بوكس بتاعهم، وهنلبس كلنا وهنخرج. اللي هيروح المدرسه بقى وكمان اللي هيروح الحضانه جوزي على شغله. المهم بقى ان احنا مش هنرجع غير بعد الظهر. ما لحقتش اصور معاكم تجهيز اللانش بوكس والفطار لان كنت الوقت ده بصراحه حسيت ان انا هتاخر شويه، يعني خلصت سريع سريع كده ومشينا وخرجنا من غير ما اصور. هي المدرسه مش بعيد عن البيت، جنبي يعني بيني وبينها 3 4 دقايق بالكتير خالص، بس انا مش عاوزه اروح متاخر. واجمل حاجه بقى ان هي في الطريق لبيت والدتي يعني، وانا راجعه بعد
اعدي على ماما كل يوم اسلم عليها، فدي حاجه بالنسبه لي جميله جدا. لحد هنا انا كنت خلصت شغل في البيت قبل ما اخرج، ويلا بينا بقى نبدا فقره المدرسه. في عهد عمر بن الخطاب كانت حدود الدولة الإسلامية كبيرة واتسعت الحدود. طيب ايه النتائج اللي ترتبط على كده؟ عمر بن الخطاب لقى ان الإيرادات والمصروفات بتاعت الدولة بتزيد، يبقى لما اتسعت حدود الدولة الإسلامية زادت مصروفات وإيرادات الدولة. فهو يعمل ايه بقى يا ولاد؟ عمل ديوان لبيت المال وسماه ديوان بيت مال المسلمين. وديوان بيت المال المسلمين أيام عمر بن الخطاب بيشبه حاليا وزارة المالية. يبقى وزارة المالية دلوقتي شوفوا كل المهام اللي بتعملها ديوان بيت مال المسلمين كان بيعمل نفس المهام اللي وزارة المالية بتعملها دلوقتي. طيب مين اللي يقول لي مين اللي أنشأ أول ديوان بيت مال المسلمين؟ مقر بيت مال المسلمين هنلاقيه دايما موجود فين؟ في مقر الخليفة. طيب يبقى في كل ولاية لازم يكون فيها بيت مال خاص به. بيت المال ده مش احنا قلنا هم انشأوه عشان كترت الايرادات وكترت كمان المصروفات؟ طيب احنا عايزين نعرف فين ايه هي المصروفات وايه هي الايه الايرادات. طيب تعالوا نتكلم عن ايرادات بيت المال. الفلوس بتاعت بيت المال دي جايه له منين؟ الزكاة والضرائب والصدقات. تاني الزكاة والضرائب والصدقات بالنسبة لمصروفات بيت المال. طيب احنا دلوقتي عرفنا الفلوس اللي جايه لبيت المال جايه منين؟ طب الفلوس اللي خارجه من بيت المال رايحه فين؟ اولا نفقات الخليفه والولاه والقضاء. الناس دي يعتبروا موظفين في الدوله فلازم يتقاضوا اجورهم. بياخدوا اجورهم منين؟ من بيت المال. رقم 2 رواتب الجنود والموظفين، لازم برضو اللي بياخدوا فلوسهم وبياخدوا رواتبهم هياخدوا فلوسهم منين؟ من ديوان بيت المال. رقم 3 الانفاق على الفقراء. جزء من انفاق بيت المال او جزء من فلوس بيت المال ده بتتصرف على مصالح المسلمين. اي حاجه تكون في صالح المسلمين هنصرف عليها الفلوس بتاعه ديوان بيت المال دي. زي ايه؟ زي انشاء المساجد، زي انشاء المدارس، زي انشاء المستشفيات. مصروفات بيت المال الخليفه والولاه والقضاء والموظفين والجنود. بيت مال المسلمين في عهد الخليفه مين؟ احد مصروفات بيت المال دفع ايه؟ ورواتب مين؟ الموظفين والجنود. استخدم المسلمين المقاييس على نيل لتحديد قيمة عرف المسلمين صناعة ورق الكتابة من دولة من دول العالم بفضل أخلاق المسلمين. صح، برافو عليك. تعال تنوعت مصروفات بيت المال. برافو عليك. تعالي يا سلمى. أسباب زيادة متعددة الإيرادات مصروفات بيت المال المسلمين كل مساحة الدولة الإسلامية. برافو عليك. لحد هنا كان اليوم الدراسي خلص وخلاص احنا مروحين. انا زي ما قلت لكم بيتي مش بعيد عن المدرسه، احنا ساكنين في قريه او في منطقه ريفيه بس جميله جدا وهاديه جدا وناسها ناس طيبه جدا. في الوقت ده انا كنت وصلت البيت، غيرت هدومي انا والبنات وصليت الحمد لله. وكمان غديتهم، كان باقي عندي اكل من امبارح على التسخين بس يا دوب كده سخنت لهم الغدا واتغدوا، وانا بقى بدات اكمل الشغل اللي انا كنت بدات فيه قبل ما اخرج من البيت. شغلي كمدرسه بيبقى محتاج مني تركيز اكتر وطاقه اكبر، لان انا مش بعتبر نفسي المدرسه بتاعت الطلبه دي، انا بعتبرهم اولادي. بحس ان انا في وسطهم كده قاعده بشرح لاولادي مش بشرح للطلبه بتوعي في الفصل. عشان كده ببقى دايما في اليوم محتاجه اخد وقت كده لنفسي اقعد افصل فيه من البيت عشان استعد للمدرسه. وبرده بعد ما برجع من المدرسه بحب اخد مع نفسي ربع ساعه او نص ساعه كده على جنب، اشرب كوبايه شاي او قهوه وابدا كده افصل برده من المود والجو بتاع المدرسه عشان ابدا اكمل يومي في البيت كأم وست بيت زوجة، مطلوب مني بيت وأولاد وزوج. فأنا لازم قبل ما بدخل على جو المدرسة بفصل من البيت، وقبل ما بدخل على البيت بفصل برضو من جو المدرسة. لازم كده ليا في اليوم ساعة متقطعة طبعا بقعد فيها كده مع نفسي عشان أستعيد قوتي كده قبل ما بدخل على الشغل بتاعي، عشان أدخل كده بطاقة وبحب، عشان كمان ما احسش بملل أو بزهق. وطبعا أحسن حاجة بتبقى منظمة عليا يومي أو مسهلة اليوم هو إن أنا مش بخرج الصبح ومطبخي فيه حاجة مش نظيفة
او في طبق متسخ او حاجه. مكان الفطار بنضف ورايا، الحوض نظيف، كل حاجه جاهزه. لو مثلا هطلع سمك من الفريزر او فراخ او لحمه بتفك بسيبها على الحوض تفك براحتها. برجع بيبقى سهل عليا ان انا اكمل يومي بعد ما برجع من بره. كمان الاوض البنات معلماهم اللي تقوم من النوم كمان ترتب سريرها، ما نسيبش هدوم واقعه على الارض. الهدوم اللي احنا بنقلعها يا اما بنطبقها يا اما بنوديها الغسيل. فدي حاجات كلها بتسهل عليا يومي، وطبعا لازم تكون كل حاجه مظبوطه لان طبعا الوقت بيبقى بيفرق معانا، يومنا بيبقى مليان، الوقت ضيق. ليكي دوام بره البيت وعندك شغل جوه البيت، انت لازم بتبقي مرتبه يومك. الدنيا بتبقى صعبه لو انت مش مرتبه خطواتك، وكمان بتبقى اصعب اكتر واكتر لو انت معاكي اطفال مش بتساعد، محتاجه رعايه واهتمام منك اكتر. فلو انت مرتبه اولوياتك هيكون كل ده سهل عليك ان شاء الله. كمان من ضمن الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها، ببقى محتاجه لنفسي ساعه كده في اليوم احضر ورقي واحضر دروسي وراجع تحضيراتي واظبط تقييماتي. يعني في الوقت ده انا ببقى محتاجه ان انا اقعد مع نفسي فيه بعيد خالص عن الاولاد وعن ضغط البيت وكده، عشان ابدا اجهز شغلي وانظم نفسي قبل ما اروح مدرسه. ده غير طبعا مسؤوليتي تجاه ولادي ومذاكرتهم واتابع مستواهم واتابع نفسيتهم. اللي عنده مشكله احلها له. لازم ان انا افضل مركزه في كل حاجه في كل وقت. فانا طبعا مش هقدر اعمل كل ده الا لو كنت مستعينه الاول بالله، ثم ان انا انظم وقتي زي ما قلت لكم، واعرف ايه المهم اللي في يومي لازم اعمله. طبعا بجانب كل ده لازم كل يوم بعمل شغله مش اساسيه جنب الشغل الاساسي اللي لازم اعمله كل يوم. يعني مثلا زي النهارده كده انضف ضرفه التوابل، يوم مثلا اعين الشتوي واطلع الصيفي، او العكس يوم مثلا اغسل سجاده. فالمهم ان انا لازم كل يوم شغله باخدها كده جنب الشغل الاساسي في البيت. وبصراحه ده وقتها يعني ان انا ابدا تنظيف من دلوقتي، لان انا بضرب عصفورين كده بحجر. من ناحيه بيتي دايما نظيف، ومن ناحيه تانية كمان انا بعتبر ده تنظيفات العيد، عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. هو لسه بدري على العيد، بس بالنسبه لي انا مش بدري ولا حاجه، لان طبعا زي ما قلت لكم انا وقتي ضيق. بعمل كل يوم شغله واحده بس مش اساسيه. فبالنسبه لي يا دوب من دلوقتي ابدا عشان اخلص على ما يجي العيد ان شاء الله بخير يا رب. يعني انا مش عاوزه اضغط نفسي في اليومين الثلاثه اللي بيبقوا قبل العيد دولت، لا انا عاوزه يجي عليا العيد وانا فايقه، ابقى فايقه بقى اعمل حلويات، اعمل كحكه، اعمل بسكوت، اعمل الحاجات اللي انا عاوزه اعملها دي اعملها وانا رايقه، يكون بيتي نظيف وكل حاجه حواليا نظيفه، ما اضغطش نفسي. الضرفه اللي بنضفها او الحاجه اللي بنضفها بفضل محافظه عليها نظيفه عشان تفضل نظيفه معايا على طول. يعني مش اللي انضفه وارجع اعيد عليه تاني، لا عاوزه الحاجه اللي انضفها تنزل من على دماغي وما ارجعش اعيد عليها تاني. هنا بقى يا بنات كنت خلصت عبيت كل حاجه، حتى اللب اللي كان باقي كده عندي شلته من الكيس بتاعه وعبيته في العلبه دي. بصوا معايا هنا يا بنات المنظم بتاع العلب بتاع التوابل ده ارتفاعه اكبر من الارتفاع بتاع الضرفه او الرفوف، فانا ما كنتش بعرف ادخله جوه الضرفه بتاعه التوابل، فانا كنت برص بقى البرطمانات داخل الضرفه من غير المنظم بتاعه. لكن انا قلت المره دي انا هعمل حاجه مختلفه بقى، هحط الحاجات الضروريه في المنظم بتاع التوابل ده زي الملح، الكمون، البهارات، الحاجات اللي بستخدمها يوميا، وهسيبها على رخامه المطبخ مش هرفعها جوه ضرفه التوابل. والله لقيته اسهل واشيك يا بنات، ما كنت كل شويه بفتح الضرفه عايزه ملح، عايزه فلفل، عايزه كمون، الحاجات اللي بستخدمها كل يوم ده كل شويه فاتحه الضرفه وقافله الضرفه. لا انا حاليا بقى بقيت بحط الحاجات الضروريات ديت على الرخامه في المنظم بتاعها، وبقى شكلها اشيك والطف واجمل، وكمان حسها كده بقت عمليه عن الاول، وكمان رحمت الضرفه من كل شويه فتح وقفل فيه. في الوقت ده بقى يا بنات كان يومي خلص في المطبخ، خلصت كل حاجه ورايا، حتى الاطباق بتاعه الغدا كنت غسلتها. ده كان جزء من يومي بين المدرسه والبيت، يمكن التفاصيل بسيطه بس هي دي الحاجات اللي بتصنع السعاده ما بين شغلك ودفى البيت وجو العيله. حتى لو انت مش بتشتغلي وست بيت او حتى لسه بتدرسي، فانت برضه عليكي مسؤوليه، ربنا يعين كل واحد على المسؤوليه اللي هو فيها يا رب. في الوقت ده كنا حوالي الساعه 4، خلاص جوزي على وصول من شغله، هبدا بقى ان انا اخد دش كده واغير هدومي، وصل العصر واقعد بقى انا واولادي نشوف واجباتنا. ولحد هنا انا كنت وصلت لاخر الفيديو، ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.